السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر احط التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه وات ديلز اند changes. التطبيق ده مساحته 29 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالتسوق وشراء المنتجات عبر الانترنت. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشتري اي منتجات انت عايزها عبر الانترنت، سواء الكترونيات، سواء ادوات منزلية، ادوات كهربائية، ملابس، حاجات المطاعم، الاكل والشرب والتحف والانتيكات والمكن الخياطة وحاجات الاطفال الصغيرين وملابس الاطفال وملابس الكبار وكل حاجة انت بتكون عايزها، ادوات المطبخ، الاجهزة الكهربائية، كل حاجة بتكون عايزها بتقدر تلاقيها من خلال التطبيق ده. بتقدر ان انت تطلب الحاجة اللي انت عايزها وتقدر ان انت تعمل بيها اوردر وتجيلك لحد البيت. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو حابب ان انت ترجع المنتج بتقدر ان انت ترجعه بسهولة في حالة ان المنتج يكون غير مطابق للمواصفات، او في حالة ان المنتج مش عاجبك او طلع مش زي ما انت متخيله. فانت بتقدر انت تطلب تعمل طلب ترجيع وبتقدر ترجع المنتج بسهولة جدا. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية، بالاضافة ان التطبيق شغال في الولايات المتحدة الامريكية ومش شغال في مصر ولا في اي دولة عربية. ده كده الغرض من التطبيق وفايدة التطبيق ومميزات وعيوب التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق. في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بننوه عليه في اخر كل فيديو علشان لو حد اكتشف ميزه او عيب للتطبيق يكتبها. واحنا لما بنلاقي حد كاتب ميزه او عيب للتطبيق بنثبت التعليق بتاعه على اساس ان لو حد غيره دخل على التطبيق يعرف ان التطبيق حصل فيه تحديث، سواء التحديث ده ايجابي او التحديث ده سلبي. علشان بقيت بلاقي ناس بيكتبوا لي تعليقات على فيديوهات نازله بقى لهم مثلا 10 شهور، سنه، 8 شهور، يقول لي احنا لقينا ميزه في التطبيق، حاجه ايجابيه او حاجه سلبيه، انت ليه مش قايل عليها؟ لان ببساطه وقت شرح التطبيق ما كانتش الميزه او العيب ده كان موجود في التطبيق. عشان كده دايما بننوه في اخر كل فيديو علشان لو حد شاهد الفيديو بعد نزوله بفتره طويله يعرف ان او يكتب التعليق بتاعه على اساس ان غيره لو ما يخش على التطبيق او دخل على شرح التطبيق او على الفيديو يكتشف الميزه او العيب. اما لو انت مش حابب تعمل كده وحابب ان انا اشرح لك التطبيق مره كمان، فانت ممكن تكتب لي في كومنت اي فيديو قول لي اشرح لي التطبيق ده مره كمان عشان انت شرحه من زمان قوي، او راسلني على الفيس او على الماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وانا انزل لك شرح للتطبيق بالمميزات بالعيوب بكيفية تشغيل التطبيق، بازاي تشترك وازاي تلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.